عليكم ورحمة الله وبركاته. أحباء وأصدقائي في كل مكان، أحباء ملعب الهداف، أهلا وسهلا بكم في حلقة صغيرة كده خمساية 5 دقايق. هات كوباية الشاي بتاعتك وتعالى اقعد معايا شوية في الخمسينة كده. هنتكلم مع بعض في شوية تفاصيل وشوية أخبار عن النادي الأهلي. هنتكلم أولا عن الصفقات الجديدة اللي النادي الأهلي هيتعاقد معاها السنة دي، وحقيقة انضمام إمام عاشور للنادي الأهلي، وكمان مرتضى والتهديدات التي هدد بها كهربا. فيلا بينا. وكمان ما تنساش لايك وشير وسبسكرايب للي بيشوفني لاول مره. يدعم اخوك الاهلاوي بلايك وشير وسبسكرايب. اشترك في القناه وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، وشير على قد ما تقدر على فيسبوك، على تويتر، على انستجرام، على واتساب، عشان خاطر نوصل لاكبر عدد من الناس. ويا ريت لايكات يا جماعه، عايزين حتى نوصل ل 2000 او 3000 لايك للفيديو ده. فادعم اخوك الاهلاوي محمد الصيفي وخليك معايا للاخر. كولر وعن صفقات النادي الاهلي قال بالنص: اقترح التعاقد مع 2 مهاجمين وليس مهاجم واحد. طلب التعاقد مع مهاجم فئة أولى على الأقل، ووضع مهاجم محلي أو مهاجم فلسطيني، لأن فلسطيني يعني بيلعب في الدوري المصري أكنه عادي واحد مصري مش على طاولة المحترفين. واقترح على إدارة الأهلي المهاجم عدي الدباغ، مع ضرورة التعاقد مع مهاجم سوبر بجانب عدي. بمعنى ان كولر محتاج 2 مهاجمين، واحد ممكن يبقى في المحلي والتاني يكون مهاجم سوبر فئة اولى. وطبعا على طاولته موليكا، ودخل معاه كمان في الصفقات الجديدة ديت سماتا بعد ما انتهى من اعارته لفريق البلجيكي الجنت البلجيكي ورجع الى تركيا مرة تانية. فالنادي الاهلي بيحاول يتفاوض مع سماتا بالضغط على فرقة موليكا اللي كانوا عارضين النادي الاهلي عليهم 4 مليون دولار وما وافقوش، وكانوا بيغالوا عليهم وبيطلبوا حوالي 5 او 5 ونص او 6 كمان مليون دولار، ولكن معروض على الوقرة القطري حاليا ب 3.5 مليون دولار. فعلامة استفهام كبيرة قوي من الفريق التركي اللي مش عاوز يدي النادي الاهلي موليكا بالثمن اللي عرضوا عليه النادي الاهلي 4 مليون دولار او 3 مليون ونص، وفي نفس التوقيت بيعرضوا على الوقرة القطري ب 3.5 مليون دولار. فالنادي الاهلي دخل في مفاوضات مع سماتا. فهل نشوف سماتا بتشيرت النادي الاهلي السنه الجايه ام لا؟ ده حقيقه انتقال امام عاشور الى النادي الاهلي. وفعلا اتصال الخطيب بامام عاشور كان حقيقي، ولا ده من وحي خيال كابتن خالد الغندور اللي قال عبر فيسبوك بالنص: كابتن الخطيب كلم امام عاشور بنفسه عشان يجي النادي الاهلي. ده على فيسبوك كابتن خالد الغندور، وهتظهر الصورة فوق دلوقتي وهتشوفوها في التعليقات. كاتب كده عبر حسابه: كابتن الخطيب كلم امام عاشور بنفسه عشان يجي النادي الاهلي. هنتكلم من الناحية الفنية. امام عاشور لا غبار عليه انه لعيب في رقم 8 ملوش حل، وبيلعب كمان طرف، ورجليه تقيله على الجون، وراجل ايجابي، وراجل ما بيبخلش بنقطة عرق في الملعب. ولكن لو احنا هنقضيها ان النادي الاهلي يخطف من الزمالك والزمالك يخطف من الاهلي، احنا دلوقتي في عصر الاحتراف. وانا من رايي امام عاشور يفيد اي فرقه يلعب فيها. ولكن في المركز اللي احنا فيه او بنتكلم فيه، عندك مروان وعندك ديانج جدد للنادي الاهلي، وعندك عمرو السوليه، وعندك اكرم توفيق راجع باذن الله هيسد الحته بتاعت امام هيسد الحته بتاعت حمدي فتحي. راجع كمان من الاعاره كريم ندفد. هل انت شايف ان امام عاشور هيجي يضيف للنادي الاهلي ويلبس تيشيرت النادي الاهلي، ولا ده هيبقى غيظ في نادي الزمالك؟ وهل من الناحيه الفنيه هنستفاد منه، ولا انت شايف ان امام عاشور ما يستحقش يلبس تيشيرت النادي الاهلي بعد الشتيمه او بعد اللفظ اللي قاله ضد كابتن صالح سليم؟ ولكن امام حط في اعتبارك انه اعتذر. فيا ريت رايك في كومنتات. وقبل ما اقول لك رايك في كومنتات كمان، احب اعرفك ان امام عاشور ميتلاند الدنماركي عاوز امام عاشور يعيره بمليون دولار، ولو حق الشراء بعد الاعاره هيبيعه ب4 مليون. يعني امام عاشور ميتلاند الدنماركي عايز يبيعه ب5 مليون دولار. هل يستحق المبلغ ده؟ يستحق، لان هو شاريه اصلا من الزمالك ب4 مليون دولار. فطبعا اكيد محتاج ان هو يكسب فيه. مفيش فرقه في الدنيا هتجيب لاعب وتبيعه او تعيره من غير ما تكسب فيه. فهل النادي الاهلي هيجيب امام عاشور ب5 مليون دولار؟ اشك. الاستاذ مرتضى منصور قال بالنص في تهديد رسمي والناس كلها شافته وسمعته: الواد الهارب محمود كهربا، الزمالك خاطب الفيفا للحجز على ممتلكاته هو وابوه وامه واخته واخوه
واي عقار تابع لهم، وجميع فلوسه لدي النادي الاهلي. طيب قبل اي حاجه بس، هو ده ينفع؟ ينفع يتقاضى كهربا، بس ده مش في نطاق الرياضه. يتقاضى كهربا على الاعتبار الشخصي، يعني بمعنى صح يبقى في محكمه مش رياضيه، محكمه عاديه. ليه؟ لانه ليه فلوس عنده بحجه العقد المقرر ليه. طب هل كهربا ما رجعش للفيفا عشان يدفع الفلوس؟ كهربا قال بالنص انا معايا الفلوس جاهزه، ادفع الفلوس دي في انهي حساب؟ لان كهربا لو حطه في الحساب بتاع نادي الزمالك اللي مقرر في الفيفا، اول حاجه هيحصل فيها ان ممدوح عباس هياخد الفلوس دي كلها بتاعته. فكهربا محتاج ان يحط الفلوس في حساب نادي الزمالك ذات نفسه، يقول له حط في الحساب الفلاني. طبعا ده مش هيبقى ودي، ده عن طريق مين؟ الفيفا الى الان الزمالك ما بعتش ليهم رقم حساب جديد يحط فيه المبلغ، فاذا كهربا معاه الفلوس في جيبه. هل كهربا في الاول ليه حسابات بنكيه؟ لا. هل ليه عقار باسمه؟ لا. هل ليه اي حاجه باسمه؟ لا. كله باسامي اخواته وابوه وامه واخواته والدنيا دي. ولو بياخد اجره من النادي الاهلي ممكن ياخده عن طريق اي حد من اخواته، من ابوه، فيزة ابويا هي تنزله عليها القبض عادي. فمرتضى منصور مش هيقدر يعمل اي حاجه لكهربا غير انه يتقاضى كهربا في شخصه فقط بس. فكهربا رد ظريف جدا، قال لك يا جماعه انا الفلوس جاهزه، شوفوا حسابكم فين وودوه الفيفا، وانا عن طريق الفيفا هيتبعت لي جواب يقول لي حط فلوس الزمالك في رقم الحساب هذا. فعلى هذا الاساس كهربا هيسدد فلوس الزمالك. وبس كده، دي كانت حلقه النهارده، واتكلمنا فيها عن كل التفاصيل التي مر بها النادي الاهلي خلال ال 24 ساعه الماضيه. تفاصيل كهربا مع مرتضى، تفاصيل صفقات النادي الاهلي، مطالب كولر، وفسخ تعاقد برونو، وحقيقه انتقال امام عاشور. فاللي بيشوفنا لحد دلوقتي ما ينسانيش اشترك في القناه وفعل الجرس ودوس لايك. اللايك مش هيعمل لك اي حاجه، بالعكس